الناس كلها بتروح ايطاليا عشان تعمل شوبينج من البراندز الكبيره المعروفه عندهم. اما انا بقى فكان اهم حاجه عندي ان انا اعمل شوبينج من السوبر ماركت، لانه انا بحب جدا الاكل الايطالي. عاملين كوبايه تيراميسو بصوا. فقعدت ادور على ارخص واحسن سوبر ماركتس وايه الحاجات اللي لازم اجيبها من ايطاليا. وفي الفيديو ده هاخدكم معايا جوله جوه السوبر ماركتس بتاعه ايطاليا في مدن مختلفه، هوريكم عندهم ايه اسعارهم وايه الحاجات اللي ما ينفعش ترجعوا من ايطاليا من غيرها. ارخص سوبر ماركت هناك هو كارفور اكسبرس، السلونجا، ليدل، الدي، يورو سبين، انتي وبيني. انا ما لحقتش ادخل كل دول، دخلت ليدل وكارفور اكسبرس، فتعالوا اوريكم الاسعار فيهم. البسكوت والكوكيز في ايطاليا ما بيهزروش، حلوين لدرجه ان هم بيعملوا منهم ايس كريم فليفرز، ودي كل الناس بتقول عليهم تحفه. قهوه، خش عليا في القهوه. علي بقى كده دور كويس، عايزين نجيب من دول. بقول لك ايه، دي اللي احنا بنجيبها في البيت. طيب بكام بقى؟ دي المفروض ب 500 جنيه في مصر. 430 جنيه، يعني قريبه من مصر مش بعيده قوي. الرز بتاع الريزوتو، كل انواع الترافل والتشيلي. بيستاشيو. النوتيلا بتاعتهم اصلا معروفه ان هي احسن بكتير، الكواليتي بتاعتها تحفه. المربات بقى، احنا محتاجين نجيب مربى، احنا محتاجين نعمل ستوك قبل ما نمشي. يعني ايه الكلام؟ جبن بجد بقى. اللي ب 2 يورو دي وضعها ايه؟ لا 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 لا، هنجيب هو كده كده كله. دي انواع تونه. دي تيراميسو. اوف، تيراميسو جاهزه وبتاع. بيتزا بس بالرايس كيك دي اللي هي بتاعت الرز. سبايسز، شوكولاته، الباستات. خش عليا في الباستات، الحاجات دي في مصر غاليه جدا. بصوا الباستا شكلها عامل ازاي، انا مش فاهمه ايه اللي عامله كده، بس يعني شكلها جامد قوي. بصوا يا جماعه، اسعارهم تعتبر عاديه بالنسبه لمصر. يا جماعه دي اسعارها مش طبيعيه. بس بقى صوصات، مكرونات، دي اسعارها. اصل التوميتوز بقى هما ده ايه ده؟ ترافل نزلنا. نترفل بجد؟ والله نزلنا. ده البيستو. يا جماعة زيت الزيتون، زيت الزيتون. رافيولي بقى جاهزة تتعمل. وفي اخر الفيديو هقول لكم ايه الحاجات اللي تستاهل تجيبوها بعد ما جبت حاجات كتيرة جدا، وايه الحاجات اللي متستاهلش. نيوكي، اسعار ليندكس يا جماعة. ودي المعجون السنان ده غالي جدا على فكرة، دي اسعاره بس هو غالي هنا برضه. دي اسعار الحاجة.
وده توتال الحاجات اللي اشتريناها من كارفور فلورنس. في السوبر ماركت في ايطاليا ما ينفعش خالص تمسكوا الخضار او الفاكهه بايديكوا، لازم تاخدوا الجلوفز دي، تاخدوا اللي انتوا عايزين تحطوه في الكيس وبعديها توزنوه، كل ده لوحدكم من غير مساعده اي حد. قسم ان انا بجيله في كل وقت. المكرونات، المكرونه دي المفروض انها من احسن انواع المكرونات هنا، احنا ممكن نجيب منها. مكرونه لونها احمر، والنوع ده برضو، النوع ده شفت فيديوز بيقولوا ان هو نوع حلو. بصوا مكرونه لونها اسود، هنا المكرونه لونها غامق شويه. اوف بصوا المكرونه تحسوها تخينه جدا. دي بيورو او يعني 2 يورو. مكرونه الفوتوتشيني، مكرونه لونها اسود حرفيا، دي ب63، دي غاليه. ودي مكرونه اللازانيا. عاملين كوبايه تيراميسو، بصوا وكوبايات صغيره. موتزاريلا، بس دي طبعا صعبه قوي ناخدها معانا، شكلها خطير. دي كورنيتو بقى اللي هي بتاعهم بتاع الفطار ده، الشيبس بتاعهم. انا جبت انهي لون بس؟ ده وده كرواسون كبير جدا. شكلها شيك قوي ده. مربات يا جماعه، مربات. دي لندت. وده توتال الحاجات اللي اشتريناها من ليدل في ميلان. وده مكان اسمه ايطالي، هو بصراحة غالي قوي ويعتبر مطعم مش سوبر ماركت، بس حاجته تحفة، فقلت اوريكم الحاجات اللي موجودة. طبعا قهوة، الباستا بقى يا جماعة، بصوا الباستا شكلها عامل ازاي. دي ب5 يورو. وبصوا دي على اشكال حاجات في ايطاليا، شكلها تحفة. بصوا، ودي برضو ب5 يورو. وطبعا الصوصات الرهيبة بتاعتهم. دي الاسعار يا جماعة، هموت واجيب حاجة من دول، هما بصراحة غاليين شوية، يعني في وسط البلد الحاجات دي كانت ارخص، بس دول شكلهم مختلف قوي. بصوا ده، لا 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 لا، ده فظيع، بتاع باستا، ده فظيع، بفكر اجيبه بصراحة، يستاهل. بصوا دول شكلهم تحفة. بتاع البيتزا ده يجنن، حاسة عايزة اجيبهم كلهم. بصوا دول، ده تقريبا شوكولاتة او حاجة، برضو الحاجات دي شكلها تحفة. كل حاجة بالفستق. وهنا ده زيت زيتون 15 يورو، شيكة رهيبة. والبيستو، اوبا على البيستو، اكتر حاجة فظيعة في الحياة. ده برضو من 10 ل 14 يورو. وبعد ما اشتريت نص السوبر ماركت، اقدر اقول لكم انه اهم حاجه لازم تجيبوها من هناك واللي فعلا هتفرق في السعر قوي هي المكرونات، لان جوده المكرونه عندهم مختلفه خالص عن اللي عندنا، فتستاهل قوي. الصوصات زي الباستو، صوص الطماطم، الترافل سعره ارخص بكتير
كتير من هناك سواء من الابيض او الاسود. الجبن لازم تجيبوها من هناك، بالذات الجبن البارميجان والبيكورينو. الكوكيز زي ستراتشاتيلا والبسكوت اللي بالفستق، وعامه اي حاجه بالفستق عندهم لازم تجيبوها من هناك. واكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي نسيت اجيبه من هناك، واشوفكم في المغامره اللي جايه.